السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو عندك سبونج واتكسر منك ما تشيليش هم ولا تقلقي ابدا. هنشتغل بيه وهيطلع زي السوسر السليم واحسن كمان. حط لايك للفيديو وشير لكل حبايبك ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بصوا يا بنات، انا هنا عملت السويسرول قدامكم زي الفل اللي هو السبونج بتاعنا. انا عملت الصاج دوت من 2 بيضة. تمام كده، وعملت برضو السبونج بتاع الفانيليا اللي ملفوف في الفوطه الصفرا دي برضو ب2 بيضة. لاسباب ما طارئه اتدغدغ مني، يعني مش عايزه اطول عليكم اقول لكم اتدغدغ ازاي، المهم ان هو اتدغدغ واتكسر مني. هقول لكم هنعمل ايه علشان يطلع معانا زي الفل. الاول هنحط في العجان بتاعنا كوبايه ونص من الميه المتلجه وعليها جرش، ونص كوبايه من السكر، وعليها كوبايه من الكريم شانتيه اللي هو ريتش المتحده. وهنسيبهم مع بعضيهم لحد ما يتضربوا. طبعا الكريمه انتوا خلاص عرفتوها وحفظتوها بقيتوا شطار. احنا دلوقتي هنتكلم بقى في الاسبونج دلوقتي ده اتكسر. طب انا ايه الحل؟ الحل ان انا لما اجي اعمله لازم الكريمه تبقى متماسكه شويه، ولو فيها حشوات كمان يا ريت تبقى فيها حشوات، هيمسك معاكي اكتر. لما فيش حشوات خلاص اعملي اللي بقولك عليه دوت وهيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. لما نحط الكريمه يا بنات تبقى متماسكه، ما تبقاش سايله، يعني متماسكه كمان زياده عن اللزوم. وبعدين تاخدي كميه مناسبه من الكريمه وتفرديها على الاسبونج زي ما انت ما شايفه كده. عايزه تحط لها معلقه كاكاو، خلاص تمام. انا عامله لي البيت، انا يعني في مش هاخده لحد بصراحه، انا كنت عامله لينا بس عشان خاطر اتدغدغ كده، فانا قلت خساره ان هو يترمي. وبرده ما حبيتش ان هم ياكلوه كده. اي سبونج او اي كيك يا بنات بيتكسر منكم ليه كذا صرفه وتقدري تعملي منه احلى جاتوه. بس اهم حاجه ما تحطوش في دماغكم ان انتوا الحاجه تبوظ ترموها، لا، يعمل لها اعاده تدوير. احنا اللي بنعمله ده تقريبا اعاده تدوير. بص انا عملت ايه، حطيت الكريمه وحطيت لها من جواها جناش وقرصت عليه قوي، يعني وانا بقفل ضيقت المسافات قوي على قد ما قدرت. ما تخليهوش مهوي، يعني انا مش عايزاكي تعمليه مهوي. شايفه انا عامله ازاي؟ ولفيته في ورقه تانية، وهجيب كيس تاني كبير وابدا الفه فيه. عايزاكم يا بنات لما تعملوه لازم تتكوا عليه قوي، مش تتكوا ان انتوا تدغدغوه، لا مش ده المقصود. ان انت وانت بتقفلي تقفليه قوي بحيث ان هو ايه المسامات بتاعته ما يبقاش ليها منفذ، بحيث ان الكريمه تتغلغل في كل حته مكسره وتمسك فيه. وهو ده اللي هيحصل. انا كده لفيته وحطيته فين؟ حطيته في الفريزر على طول، هيبدا يتجمد معاكي، ولما يطلع هيطلع زي الفل. بس برضو ما تجمدهوش قوي، يعني جمديه يمسك نفسه، خصوصا ان هو اتكسر فلازم يمسك نفسه. بس ما يبقاش محجر قوي لدرجه ان انت لما تيجي تقطعيه ايدك توجعك وتبدا السكينه تميل منك يمين وشمال. تمام كده. هنعمل زي ما عملنا في السويسرول الشوكولاته هنعمل برضو في السويسرول الفانيليا. هنجيب برضو الاسبونج ونفرده كده. اهم حاجه ما تشيليش الورقه من تحته، الورقه بتاعته تفضل موجوده. وهنفرد الكريمه بتاعتنا. انا المره دي ما حطيت لهاش حاجه، برضو زي ما هي كريمه بيضه ما فيش اي مشكله. عايزه برضو تحط لها اي حاجه من جوه، حشو اي حاجه حط لها. وحطيت بس زي ما انتم ما شايفين كده جليز الفراوله اللي انتم شايفينه ده. وهبدا اضيق السويسرول على قد ما هقدر. تلفيه ضيق، مش عايزاكي تلفيه رفيع. وحاولي كده باي حاجه، يعني ايه تزقيه كده يعني ايه تضيقي المسافات بنتيجه بمسطره بسباتيولا اي حاجه. والفه برده في كيس زي ما انتم ما شايفين كده، وهحطه في الفريزر. هيطلع معايا زي الفل. هنا كده بعد ما جمد معايا ودخل في قلب الفريزر، بصي كل القطع اللي كانت ماسك يعني متفروله او متفتفته من بعضها او سايبه من بعضها كلها مسكت في بعضها. الكريمه بتشتغل زي الصمغ بالظبط. بس اهم حاجه برضو يا بنات بركز عليها معاكم، لازم الكريمه تبقى تقيله، علشان طالما السويسرول دوت الدغدغ كده مفيش حاجه هتلمه غير الكريمه التقيله، كانك بتعملي صمغ بالظبط. وتبداي تجلسيه زي ما انت ما شايفه. وانا كده حطيت عليه جليز مانجا وجليز فراوله، وهحط له نقطتين شوكولاته. عايزه تكتفي باللونين دول مفيش مشكله وسيبيكي من الشوكولاته خالص. بس انا حبيت اديله تشبيحه كده عشان يبقى مدي شكل جديد، او شكل يعني ايه مش المعتاد بتاعنا، يعني اي حاجه كده ايه تغيير يعني. تمام كده. وهتبداي ايه، انا معايا الورقه بتاعتي ديت بشتغل بيها على طول. هي ورقه ملساء كده، ما يعني لو الميه وقعت عليها ما بتبش ولا حاجه، بتفضل زي ما هي متماسكه بنفسها كده ومحتفظه بايه بنعوميتها. فببدا اجلس بيها. او لو عندك مثلا ورق فاكيوم برضو يشتغل معاكم يبقى زي الفل. انا عامه بحب اشتغل بالورقه دي، بتريحني جدا. انا عندي ورق الفاكيوم بس بحب اشتغل بيها. تمام كده. وهنطلع برضو السويسرول بتاع الشوكولاته، وتبداي ايه تجلسيه زي ما عملنا في الفانيليا بالظبط. مش هياخد معاكي وقت ان شاء الله. انا حطيت له هنا بس شويه كاكاو صغيرين بحيث ان هو يديني اللون من بره زي ما انتم شايفين كده ايه بني. تمام. وهحطه في الفريزر يجمد. اللي تخلصيه تحطيه في الفريزر يجمد على طول. وتبداي تجيبي الترانش بتاعك وتقطعي زي ما انت ما شايفه كده على مقاس صباعين او بالنظر. لو حفظتي خلاص التقطيع يبقى كده تمام التمام. قطعي كده على طول وعلى بركه الله. في كل مره بتمسحي الترانش بتاعك او بتجيبي شفشق ميه كبير
يكون طويل، بحيث ان انت تحطي الترانش بتاعك فيه في كل مره عشان يطلع معاك نضيفه زي الفل. ما ينفعش تقطعي كل مره والترانش بتاعك مش مقطوع، او بسكينه اي حاجه معاكي، بس اهم حاجه في كل مره بتمسحيها. وهنجيب الورق بتاعنا اللي هو بتاع الكب كيك وهنحط فيه زي ما انتم شايفين كده، وهيطلع معاكي احلى سويسرول. محدش يعني يتوقع، يعني من عيالك او من اللي شاف السويسرول اللي كان يعني زي ما بيقولوا ايه، عملنا من الفسيخ شربات، اهو احنا بقى عملنا من الفسيخ شربات، كان مدغدغ ما ينفعش حتى ان هو يتاكل، لا ده كمان اتعمل سويسرول واتلف وبقى زي الفل. اهم حاجه اهتمي بقصه ان الكريمه تبقى تقيله معاكي. لو الكريمه خفيفه معاكي مع الوقت لو اتحط برضو في التلاجة هيبدا يريح، والقطع اللي هي كانت متكسره هتبدا تتفك عن بعضها. لكن طول ما انت عاملاها تقيله خلاص هي بتمسك زي السمك وبتبقى زي الفل. وحطيت له جناش شوكولاته من فوق، وبدات احط له المالدزر اللي هو الذهبي اللي انتوا شايفينه دوت عليه تزيين من فوق. خلصناه، هنطلع بقى اللي هو بتاع الشوكولاته ونبدا نصب عليه الجناش بتاعنا. طبعا الجناش انا قلت لكم عليه قبل كده 300 جرام من الشوكولاته، عليها نص كوبايه من الميه ومعلقه زيت واحده فقط لا غير. بتحطيه دمعه العين كده، تستحمليها كده على ايدك وتبداي تصبيه، تمام، لان الجو حر كمان. لكن لما بتسيبيه خفيف وتيجي او مش خفيف، يعني ان هو بيبقى لسه طالع من على النار وتبداي تصبيه، هيسيح لك الكريمه وهيخرب معاك الدنيا. اهم حاجه يا بنات ان انتوا لازم تسيبوه يهدى شويه من الحراره بتاعه الايه، النار او بتاعه البوتاجاز، لان انت بتعمليها على حمام ماء دافي، او ان انت بتحطيها على النار بس بتعملي البوتاجاز شمعه، يعني بتولعي عليها شمعه وتبداي تسيبيها تسيح مع بعضها وتقلبي فيها، ما تسيبهاش وتخرجي، تبقي واقفه قدامها. معايا كده كيس حلواني صغير حطيت فيه زبده اللوتس، وبدات امشي بيها زي ما انتم شايفين خطوط كده. تقدري تعملي بخله بعد ما تكوني خلاص وديتيها خطوط رايح جاي، تبداي تعمليها بالخله كانك بتعملي شكل التريليتشه بالظبط. تبداي بقى تقطعي من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال، تمام كده، بحيث ان هي تبقى متساويه معاكي وتديكي شكل جميل. خلاص احنا كده قطعناهم. اللي بيتقطع من هنا ومن هنا يا بنات، انا اوقات بلزق الاتنين في بعض فيدوني قطعه كمان. انتوا فاهمين قصدي؟ ان انا الزق الجنب اليمين والجنب الشمال، او يدوني كمان قطعه زياده، او بسيبها زي ما هي كده الاولاد ياكلوها كده بالالف هنا وشفا. وعملنا احلى سويسرول ما يخطرش على بالك من سويسرول كان متدغدغ، اللي يشوف يقولك مستحيل يطلع منه اي حاجه. لو حصل معاكي واتدغدغ منك، الطريقه قدامك اهي، احفظي الفيديو ده عندك وابداي اشتغلي على كده. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك والشير لكل حبايبك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.